بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. دلوقتي هنتكلم إن شاء الله على تفاصيل الهيكل العظمي للإنسان. الهيكل العظمي للإنسان بيبقى عبارة عن الجمجمة. الجمجمة دي طبعا فيها عظمة الأنف هنا، طبعا الأنف معظمها غضاريف لكن في عظمة في الآخر، ودي العينين، تجويف العين، وده الفك العلوي ده لازق في الجمجمة، والفك السفلي ده بقى متحرك وده مفصل الفك اللي بيحرك الفك السفلي على العلوي. بعد كده بقى في بعد المنطقة دي بنبقى في عظمة الترقوة. وعظمة الترقوة دي اللي هي بالعرض، اللي ماشية بالعرض دي لغاية الكتف كده، دي عظمة الترقوة. ودي الحقيقة لو كسرت ما لهاش جبس، وبتتعمل بجهاز كده زيها زي عظم الضلوع، بيبقى ليها حاجة معينة كده تثبت لكن ما بتتكبسش لو كسر لا قدر الله. بعد كده بقى في عظمة اللي في النص دي، اللي في النص دي كده، اللي عظمة اسمها عظمة القص. وبعد كده بقى بننزل بالدراع. الدراع هنا دي اسمها عظمة العضد. وبعد كده في الزند والكعبرة. الزند والكعبرة اللي هي في الدراعات هنا كده، اللي قبل الايد على طول، الزند والكعبرة هنا. وبعد كده في بقى ده مفصل الرزق، وده مفصل الكتف، ده مفصل الكوع. وبعد كده بقى الأصابع ومفاصل الأصابع سلامات الأصابع. بنيجي لتحت بقى، في تحت طبعا الضلوع متصلة بعظمة القص في النص ومن ورا في العمود الفقري. العمود الفقري بقى بيتكون من 26 فقرة، حوالي 7 فقرات عنقية، و10 فقرات صدرية، و5 فقرات قطنية، و4 فقرات عجوزية. لو حسبناهم هنلاقيهم 26 فقرة. بعد كده في عظمتين الحوض، وبعد كده بقى عظمة الفخذ اللي هي اللي تحت الحوض على طول، وبعدين مفصل الركبة اللي فيها صامولة كده. دي طبعا الصامولة دي بقى اللي فيها الأربطة، منهم الرباط الصليبي، أربطة كتير رابطة العظم من بعضه. بعد كده عظمة كبيرة اسمها القصبة اللي تحت خالص، وعظمة الشظية. بعد كده سلمات الأصابع ومفصل الرزغ أو الكاحل. الرزغ هنا، الرزغ ده الكاحل بقى اللي تحت. طبعا الفقرات هي والركبة هم أكتر مفصلين بيشيلوا وزن الجسم، ولذلك أما الوزن يزيد شويتين مع كبر السن أو مع كتر الأكل أو عدم تنظيم الأكل أو الرياضة، بتلاقي أكتر حاجتين بتتضرب أو بيبقى فيهم ألم شديد، الفقرات القطنية اللي تحت دي، ومفصل الركبة على طول يبدأ يبقى فيه خشونة وألم وكلام من ده. الغضروف برضو أكتر حاجة بيبقى في الفقرات القطنية، لكن الحقيقة بنشوف كتير دلوقتي في الفقرات العنقية وبقى شائع بنسبة كبيرة. لا قدر الله لو حصل انزلاق غضروفي في الفقرات القطنية أو العجوزية أو الصدرية، بيبقى ممكن بيمضوا اللي هم أقارب المريض أو ولي أمره أو كلام من ده على تعهد إنه ممكن يحصل شلل النص التحتاني أو البارابليجيا، لأن ممكن يبقى فيه خطأ في الحتة دي. فلذلك العمليات الانزلاق الغضروفي دي عمليات خطيرة. أما بقى في الفقرات العنقية فبيديهم من ضمن اقرار انه ممكن يحصل وفاه، لان الفقرات العنقيه بتدي اعصاب لعضلات التنفس، فلو حصل اي مشكله للحبل الشوكي في المنطقه دي عضلات التنفس بتقف، وبالتالي بيموت الانسان في الحال. ولذلك في العمليات اشد الخطوره، يعني لو في عمليه خطيره تحت، اللي فوق دي اشد انواع العمليات خطوره، لانها ممكن يفقد البني ادم حياته. دي ملخص على الهيكل العظمي بتاع الجسم واسامي العظم. نتمنى وأسامي المفاصل، نتمنى للجميع صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.